أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الكريم كراميل من الحلويات المحبوبة جدا للكبار وللصغيرين، بس دايما بنحس ان هو حلو دسم عشان كمية البيض اللي بنستخدمها فيه مع الحليب. لكن المرة دي الكريم كراميل بتاعنا ببيضة واحدة بس. تعالوا نشوف هنعمله ازاي ومقاديره ايه. اول حاجة بنعمل طبقة الكراميل اللي هي كوباية سكر، هنحطها على النار بدون اي اضافات تانية، ونفضل نقلب 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 لغاية لما يدينا درجة الكراميل اللي احنا عايزينها. بعد ما تحط على النار السكر بيبقى حالة انكماش زي ما احنا شايفين، بعد كده بيبدأ يسيح ويعمل اللون ده. طبعا سيبكم من ان نص المعلقة بقى فيها سكر، مش مشكلة. بالطريقة دي ده كده بقى لونه تمام جدا. بعد كده قوام وهو سخن الكراميل قبل ما يبرد وزعناه في قلب القوالب بتاعتنا. اي قالب ينفع معاكي للكريم كراميل سواء سيليكون او عادي. نخش على طبقة الكريم. طبقة الكريم معنا بيضة وكوباية سكر وكوباية دقيق ولتر حليب. هي دي بس مكوناته، اكتر من كده مفيش. يبقى معنا بيضة وكوباية سكر وكوباية دقيق ولتر حليب. اول حاجة هقلبهم كلهم مع بعض على البارد، بس اول ما ببدأ بحط نص كمية الحليب عشان اتأكد ان الدقيق والسكر والبيض اختلطوا كويس قوي قوي، وارجع اكمل النص التاني. اقلب وافتح النار وابدأ اقلب فيه عشان يبدأ يتقل معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ده كده بعد ما بدأ الخليط يسخن. بعدين اول ما يبدأ يعمل معايا عيون يبقى كده تمام، هو استوى خالص. البودنج بتاعي مش محتاج اكتر من كده. زي ما احنا شايفين كده بدأ يعمل عيون، معنى كده ان خلاص هو استوى. مجرد ما يستوي هحط عليه باكوين فانيليا بس. في حاجة تانية يا رحاب؟ لا مفيش خالص، هو كان كده بالظبط. البيضة والسكر والدقيق والحليب والفانيليا قلبته كويس كويس. هبدأ احطه على الكراميل اللي احنا حطيناه في القوالب شوية 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 لغاية لما الكمية بتاعتي تخلص. اول ما بتخلص على طول بدخلها التلاجة واسيبها لغاية لما يبرد تماما تماما خالص. ممكن يقعد بقى حسب احنا وتلاجتنا وسرعتها. اول ما يبرد اقوم قلباه ويطلع معانا بالشكل ده، شكله جميل. ما تنسوش طبعا الاشتراك واللايك، ودمتم بخير.